كان دايما في الصورة من غير ما يتكلم، من غير ما يتحرك كتير، بس حضوره واضح. هو الراجل اللي لو دورت عليه في كل ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي هتلاقيه واقف وراه، دايما ساكت ومركز ونظرته سابقة الحدث. ده العميد محمد الشعراوي، أو زي ما بيتقال عليه ظل الرئيس. الناس شافته لأول مرة وهو مرافق للفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق. وقتها كان لسه عقيد شاب، بس ملامحه جامدة، جسمه رياضي ونظرته كلها حزم. بس اللحظة اللي اتغير فيها كل شيء لما الفريق عبد الفتاح السيسي بقى وزير الدفاع، وهنا انتقل الشعراوي من مجرد حارس لضابط كبير لحارس شخصي لأهم شخصية في البلد. ومع مرور الوقت وتحديدا يوم ما الرئيس السيسي قرر يسيب منصب وزير الدفاع ويرشح نفسه للرئاسة، ظهر الشعراوي جنبه لأول مرة قدام الكاميرات في لقطة شهيرة وهو لابس تريننج وماشي بالعجلة. وكان هدفها انهم يبعتوا رسالة للشعب اننا نشتغل ونتحرك، ده غير رسالة ان مصر في امان. بس اللي شد الناس مش الرسالة بس، شدهم الشخص اللي ورا الرئيس، وبدأوا يقولوا مين ده؟ النظرة دي مش غريبة، الناس كلها بدأت تفتكره بالراجل اللي واقف ورا عمر سليمان، ونفس الرهبة ونفس السكون ونفس الهيبة كمان. من وقتها الشعراوي بقى عنصر أساسي في مشهد الرئيس، سواء مؤتمرات أو زيارات. في كل مرة دايما كان موجود وثابت ومركز، وكأن عليه مسؤولية بلد بحالها، مش بس حماية شخص. اشتغل في وحدة 777 وحدة من أقوى الوحدات في الجيش المصري، ووصل فيها لرتبة عقيد وبعدين بقى عميد. وكان دايما في الصفوف الأمامية بس من غير كلام، وحضوره هو اللي بيتكلم. وفجأة اختفى. الناس بدأت تسأل فين ظل الرئيس؟ راح فين؟ هل حصل حاجة؟ لكن الحقيقة إن الشعراوي ما اختفاش، هو بس قرر يبدل مكانه. العميد محمد الشعراوي بقى رئيس الاتحاد المصري للجوزيستو، الرياضة القتالية اللي محتاجة انضباط وقوة وتركيز، وده نفس الحاجات اللي كانت سبب إنه يكون ظل الرئيس. في النهاية الشعراوي فضل محافظ على نفس الصورة، بس بدل ما يحرس رئيس دلوقتي بيقود اتحاد رياضي وبيحرس مستقبل رياضة بتعلم الشباب القوة والالتزام.